صباح السعادة. وصفتنا النهاردة بقى وصفة مش عادية. هنعمل النهاردة وصفة من العيش الباي، عيش الطابونة العادي خالص ابو شيلين. هنجيب بقى العيش زي ما انتم شايفين، وهنعمل له بقى وصفة هايلة هتنفع بقى غداء او عشاء، وهتعجب ولادك ان شاء الله. وصفة النهاردة بقى هتبقى بأي كمية من العيش هتطلعي منها حاجة هايلة. هنطلع مع بعض الرول اللي انت شايفاه ده مقرمش كده ومخرفش وحاجة كده هتعجب ولادك قوي. وكمان الحشوة بتاعتها النهاردة هتبقى حشوة خفيفة جدا واقتصادية على الجيب وعلى الايد. وهنا بقى تقدري تستبدلي الحشوات على حسب امكانياتك. حشواتها هتبقى مختلفة زي ما انت تحبي او زي ما اولادك يحبوا. ندخل على مطبخنا المتواضع، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وزي ما شفنا كده في اول الفيديو ان الوصفة بتاعتنا هتبقى من العيش الموجود عندك في البيت، بس مش عيش بايت يبقى بايظ، يعني انا عايزاه طري يتلف معانا. اجيب بقى كميه العيش اللي معانا وابدا ان انا اقسمها لنصين بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهنا بقى ببدا افصلهم النصين عن بعض، يعني تقريبا كده الساندوتش هيبقى معانا ربع رغيف. وهنا تقدري تستبدلي العيش بتاع الطابونه او عيش بتاع الافران تستبدليه بالعيش الشامي، مفيش اي مشكله، او اي عيش تاني برضه مش هيقول لا. بس انا هنا بقول لك على اي حاجه موجوده عندك في البيت هتقدري ان انت تستعمليها، او هنعمل لها اعاده تدوير. يعني العيش اللي انت شايفاه ده كان بايت عندي من امبارح ومش هيتاكل، فبدل ما نرميه نستغل، هنعمل له اعاده تدوير ونحوله لوصفه تانية هايله. خلصت العيش، واهم حاجه بقى تغطيه باي قماشه او اي فوطه عشان ما ينشفش معانا. بعد كده بجيب حبايتين من الطماطم، ويا ريت ما يكونش فيهم ميه، يكون كده لحم، وابدا ان انا اقطعهم مكعبات صغيره بالشكل اللي انت شايفاه. عليهم على طول قرن من الفلفل، يبقى هنا حبايتين الطماطم عليهم قرن من الفلفل. تقدري بقى تستخدمي زيتون لو موجود عندك، تقدري تستخدمي اي حاجه بتحبيها في الحشوات دي. في ناس بيضيفوا لها جزر مبشور. هقطع بقى الطماطم مكعبات بالشكل اللي انت شايفاه، وجبت هنا حوالي ب10 جنيه لانشون، وبرضه هبدا ان انا اقطعه شرايح طوليه كده، وبعد كده اقطعه لمكعبات صغيره. وعلى طول هقطع الفلفل وبرضه اقطعه لمكعبات صغيره. وهنا كده تعتبر تقريبا الحشوة بتاعتنا خلاص جاهزة معانا. تقدري تستخدمي فلفل اخضر، تقدري تستخدمي فلفل الوان زي ما موجود عندك في البيت. انا هنا ما بقيتكيش خالص بمقادير. احطهم بقى في الطبق اللي انا هجهزه للخلطة بتاعتي او للحشوة، وهبدأ ان انا اجيب عليه ميكس جبن. تقدري تستخدمي جبنة موتزاريلا الموجود عندك برضه. استخدمت هنا كمية من الجبنة الموتزاريلا، تقدري تستبدليها باي جبنة. امكسهم بقى مع بعض، وبيعتبر كده الحشوة بتاعتي خلاص خلصت. تقدري تستبدليه الحشوة بلحمة مفرومة مع جبن، او تقدري تستبدليها بتونة، باي حاجة انت بتفضليها. ابدأ بقى اجهز الكفر الخارجي، واللي هو هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون عبارة عن بقسماط. معايا هنا الحاجة اللي انا هقفل بيها الساندوتش بتاعي، هيكون عبارة عن تقريبا معلقتين من المية عليهم معلقتين من الدقيق. تقدري ان انت تقللي وتزودي على حسب الحاجة. اقلبهم بالشكل اللي انت شايفاه لحد ما احس ان الخليط بالقوام اللي انت شايفاه ده. انا مش عايزه الخليط تقيل ومش عايزاه خفيف، بحيث انه يقفل معايا الساندوتش بتاعي. اجيب بقى حبايه من البيض وهنزل عليها برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وده طبعا عشان الزفاره ما تظهرش معانا. عليهم بقى حوالي معلقتين من اللبن، وابدا ان انا امكسهم كده زي ما انت شايفه واضربهم كويس خالص. يبقى هنا كده خلاص الكفر الخارجي خلصناه، والحشوه الداخليه للساندوتش برضو خلاص خلصت معانا. ابدا بقى الف معانا السندوتشات اللي انت شايفاها دي. وهنا بقى اجيب معلقه من الخلطه او معلقه من الحشوه اللي انا هحشي بيها السندوتشات، وهبدا ان انا اقفل من الجناب بالشكل اللي حضرتك شايفاه. والجزء ده بقى ابدا ان انا اقفله بماده اللزق اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي عباره عن دقيق وميه. احطه بقى في الخليط بتاع البيض والحليب، وعلى طول احطه فين؟ في البقسماط. هعمل معاكم كده واحده او اتنين بحيث ان ايه، يعني الشكل يبقى واضح خالص معانا، ونبقى عارفين بتتعمل ازاي. وهنا الطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا، وبجد الاولاد هيفرحوا وهيتبسطوا منها. الطريقه سهله خالص وبسيطه خالص خالص. خلصنا بقى هنا كميه اهو ما شاء الله. هنبدا ان احنا نكرر العمليه دي لحد ما نخلص كميه العيش اللي معانا كلها. هنا بقى في حله او في كسرولة او في طاسه على النار، بنزل بقى بشويه من الزيت، وهبدا ان انا احمر السندوتشات اللي معانا اللي انت شايفاها دي.
ما بتاخدش خالص وقت معانا، يعني اهم حاجه تبقي انت ايه تاخدي بالك خالص عشان ما تتحرقش معانا. وهنا بقى مجرد ما بتاخد معانا لون على طول بقلبها على الجنب التاني لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل القمر اللي انتوا هتشوفوه معانا. وهنا بقى عايزاكي ما تحطهاش وقت طويل على النار لان بتاخد معانا لون بسرعه. شايفين بقى ده اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه؟ بجد بجد لو قلت ان الكاميرا ظالمه الفيديو اللي انت شايفينه ده مش هتصدق. لونها بصراحه هايل، قرمشتها جميل. خلصت اللهم بارك الكميه بتاعتي، وزي ما انتم شايفين وزي ما انتم سامعين الصوت بصراحه عاطي صوت قرمشه بجد بجد هايله. طبعا الريحه بتاعت السندوتشات اللي انتم شايفينها دي ريحتها بجد خطيره، حاجه كده زي الفل. شايفين بقى نقطع مع بعض كده واحده ده ونشوف الشكل من جوه عامل ازاي. ما شاء الله، شايفين بقى الجبنه بتمط معانا لاخر الشارع، حاجه كده زي الفل. ودي بقى سميها زي ما تسميها، سميها بيتزا، سندوتشات بيتزا، اصابع بيتزا محشيه، بواقي العيش بدل ما نبوظها ونرميها. بصي الحشو بجد بجد طريه من جوه كده وجوسي وجميله جدا، ومن بره مقرمشه. والبيض والحليب طبعا عاطي ميكس حلو قوي، وعاطي طعم حلو قوي، مغير خالص طعم العيش. يعني لو قدمتها لاي حد مش هيحس خالص ان ده عيش بايت، ومش هيصدق ان ده عيش بايت. خلصت وصفتنا. لو لسه شايفاني بقى لحد دلوقتي وشايفه ان الفيديو يستاهل لايك، يا ريت ترفعيه بلايك. لو مش يستاهل لايك عادي، لو رفعتيه بديسلايك مفيش اي مشكله. ارفعي لي الفيديو بكومنت حلو كده منك، قولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى الوصفات اللي بنقدمها لكم كويسه ولا مش بتعجبكم. انتظروا ان شاء الله في فيديو جديد. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض.